السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي دفعة 2026 دفعة البكالوريا، كل عام وأنتم بخير وأهلا بكم في قناة مستر السيد الجمل. إن شاء الله هنبدأ أول درس من دروس مادة التاريخ. والأول قبل ما نبدأ، كل سنة وأنتم طيبين، وعايزين نبدأ سنة بنشاط وبحيوية علشان نحقق كل أمانينا إن شاء الله. الأول نتعرف على محتويات منهج الترم الأول. المنهج الترم الأول بيتكون من وحدتين، تمام كده. التاريخ بيتكون من وحدتين في الترم الأول. الوحدة الأولى عبارة عن 3 دروس. طبعا عنوان الوحدة اهو: مدخل لدراسة حضارة مصر والعالم القديم. الوحدة دي بتتكون من 3 دروس. الدرس الأول اسمه الحضارة والتاريخ، والدرس الثاني مصادر دراسة الحضارات، يعني لما نيجي ندرس الحضارات بندرسها من أنهي مصدر. والدرس الثالث عوامل قيام الحضارات، إيه هي العوامل اللي بتقوم عليها أي حضارة. تمام، دول 3 دروس الوحدة الأولى. الوحدة الثانية عبارة عن 6 دروس أو 6 موضوعات. الموضوع الأول أو الدرس الأول، طبعا الوحدة اسمها حضارة مصر القديمة أو حضارة مصر الفرعونية. بيتكلم عن مصر الفرعونية من عدة جوانب، ملامح من تاريخ مصر الفرعونية. الدرس الثاني اسمه الحياة الاقتصادية أو بعنوان الحياة الاقتصادية في مصر القديمة. والدرس الثالث الحياة السياسية والإدارية في مصر القديمة. الدرس الرابع الحياة الاجتماعية. والدرس الخامس الحياة الدينية. والدرس السادس والأخير الحياة الثقافية والفكرية. تمام، ده محتوى منهج الترم الأولاني. يلا بينا بسم الله نبدأ أول درس في الوحدة الأولى بعنوان الحضارة والتاريخ. لو احنا رجعنا للقرون ما قبل معرفة التاريخ، يعني الإنسان البدائي يا ولاد، الإنسان البدائي اللي هو قبل ما نعرف التاريخ، كانت سمات حياته بتتميز بإيه؟ بإنه يرتحل. يعني إيه يرتحل؟ يعني بتتميز بالترحال، يعني بيتنقل من مكان إلى آخر. ليه؟ عشان يدور على الأكل والشرب، عايز ياكل وعايز يشرب. تمام؟ ابتدى يكون جماعات. الجماعات دي بتساعد ان هو ياكل ويشرب ويصطاد ويعيش، لان الانسان اجتماعي بطبعه، ما يقدرش يعيش لوحده. يبقى الانسان البدائي كان بيرتحل، يعني بيتنقل من مكان الى اخر، تمام، عشان يدور على الاكل والشرب، الطعام والشراب. ابتدى يكون جماعات عشان الجماعات دي بتساعد بعضها في الصيد، بتساعد بعضها في ان هم يلبوا احتياجاتهم الاساسيه، ياكلوا ويشربوا ويعيشوا. تمام. طيب، بدات الناس دي مع اكتشاف الزراعه تكون حضارات. طيب ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل ان هم كانوا بيتجمعوا في اماكن اللي فيها ميه. يعني مثلا في مصر اهو، لو احنا بصينا في في المكان ده، الحضاره المصريه اهي قديمه، هتلاقي ان في جماعه هنا اتكونوا وقعدوا حوالين ضفاف نهر النيل. تمام كده، ومن هنا بدات الحضاره المصريه القديمه. طيب، هتلاقي مثلا جماعه راحوا قاعدين في المكان ده، تمام كده، حوالين انهار العاصي والليطاني، وكونوا حضاره اسمها الحضاره الفينيقيه اللي هي في سوريا ولبنان، بلاد الشام. هتلاقي بلاد الرافدين، اللي هو يعني ايه الرافدين؟ يعني نهري دجله والفرات اللي هم في حضاره العراق، او بلاد ما وراء النهرين، ما وراء النهرين، او بنسميها بلاد الرافدين. الرافدين يعني نهري دجله والفرات. تمام. يبقى في حضارات اتكونت هنا، وحضارات اتكونت هنا، وحضارات اتكونت هنا، نتيجة ايه؟ المية، بيتجمعوا حوالين المية. طيب، ومن هنا ابتدوا يعرفوا الزراعة. تمام. طبعا الزراعة يا ولاد، الثمرة انا مش بحطها بتطلع من يوم وليلة، لا دي بتاخد فترة على ما تطلع. ومن هنا عرفوا حياة الاستقرار، عرفوا حياة الاستقرار. يبقى من اكتشاف الزراعة بدأت حياة الاستقرار. يبقى كانت في الأول حياة ترحال، ثم تحولت إلى حياة استقرار مع اكتشاف الزراعة. تمام كده؟ يبقى إيه اللي خلى الإنسان يستقر؟ الزراعة. طيب، ولما الإنسان استقر وقعد بقى واستريح، ظهرت الحضارات، ظهرت الحضارات. يبقى الحضارة
بدأت مع اكتشاف الزراعة، ونركز قوي في النقطة دي مهمة. تمام كده؟ طيب ايه اللي حصل بعد كده بقى؟ ابتدينا نعرف الكتابة، الإنسان اخترع الكتابة، اخترع الكتابة، ومن هنا بدأ يسجل التاريخ، بدأ يسجل بقى الأحداث اللي بتحصل له، ومن هنا احنا عرفنا التاريخ. يبقى مع اختراع الكتابة بدأ تسجيل التاريخ، يبقى مع اكتشاف الزراعة ظهرت الحضارات، ومع اختراع الكتابة بدأ التاريخ أو تسجيل التاريخ، أو بنسميه التأريخ. يعني احنا بنأرخ الأحداث بتاعتنا، يعني بنسجل الأحداث اللي بتحصل لنا أو الأحداث اليومية بتاعتنا. ماشي يا جماعة؟ طيب ده ملخص بقى، نقول ملخص الجزء ده، إن الإنسان أو الإنسان البدائي كان بيرتحل أو بيعيش حياة الترحال. يعني ايه الترحال؟ يعني التنقل من مكان لآخر علشان يدور على الطعام والشراب، وابتدى يكون جماعات، جماعات بقى علشان يلبي احتياجاته، لان الانسان اجتماعي بطبعه ما يقدرش يعيش لوحده. ابتدت جماعه تتجمع هنا اهو، مجموعه من الناس اتجمعوا على حوالين ضفاف نهر النيل، جماعه من الناس اتجمعوا حوالين نهري دجله والفرات، جماعه من الناس اتجمعوا هنا في سوريا ولبنان، الحضاره الفينيقيه القديم. خلاص كده يا جماعه؟ يبقى هنا ابتدينا نشوف تجمعات بشريه. طيب حوالين الميه، التجمعات البشريه دي ايه اللي حصل بعد كده؟ ابتدوا يكتشفوا الزراعه، الزراعه علمتهم الاستقرار، ومن هنا ظهرت الحضاره. طيب لما اخترعوا الكتابه بداوا يسجلوا بقى التاريخ والاحداث اللي بتحصل لهم. ده تمهيد للدرس يا جماعه. نبدا بعد كده بقى نقول ايه هي الحضاره، ما هي الحضاره، مفهوم الحضاره، يعني ايه حضاره؟ الحضاره بيقول لي هي ثمره أي مجهود يقوم به الإنسان نتيجة تفاعله مع البيئة. ليه بقى؟ لتحسين ظروف حياته ماديا ومعنويا. ليه؟ إيه الهدف من كل ده؟ لتعمير الكون الذي يعيش فيه. طيب احنا التعريف ده يخلينا نستنتج عدة استنتاجات. إن تعمير الأرض هي إحدى غايات وجود الإنسان عليها. ربنا خلقنا أو خلق الإنسان وحمله الامانه. ايه هي الامانه؟ ان هو يعمر الكون، يعمر الارض، يعمر الارض، لان الامانه دي السماوات والارض والجبال ما قدروش يشيلوها. ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها، يعني مرضوش. مين بقى اللي حملها؟ الانسان. يبقى الانسان هو خليفه الله في ارضه. يعمل ايه بقى؟ يعمر الكون، يعمر الكون. يبقى تعمير الكون غايه لوجود الانسان على الارض. تمام كده؟ طيب بيقول لي الحضاره ثمره مجهود الانسان. الثمره، الانسان ابتدى يعيش على الارض ويشتغل ويعمر ويبني ويخترع ويكتشف. مجهود الانسان، خلاصه مجهودات الانسان او ثمره المجهودات دي بنسميها حضاره. تمام؟ طيب المجهودات دي بتنقسم لحاجتين. الانسان عمل نشاط على وجه الارض، بنى وعمر واكتشف واخترع وطور. كل ده بينقسم لحاجتين يا ولاد. الجهود والاسهامات بتنقسم لحاجتين: جهود معنويه وجهود ماديه، او ماديه ومعنويه. تمام؟ تعالوا نشوف الاول الجهود الماديه. كلمه ماديه يعني محسوسه، يعني ملموسه، يعني نقدر نمسكها بايدي. تمام كده؟ يبقى زي ايه؟ البناء، العماره، الاهرامات مثلا، اهرامات الجيزه. تمام؟ دي جهود ماديه او حضاره ماديه لانها ملموسه ومحسوسه. اختراعات والاكتشافات والمخطوطات اللي لقيناها في عهد مثلا الدوله الفرعونيه، كل الحاجات دي اسهامات ماديه. طب والاسهامات المعنويه، الحاجات بقى اللي ما نقدرش نمسكها بايدي، اللي هي مش محسوسه، زي الفكر، الافكار والثقافه، الفنون والاداب، اداب الحديث، اداب الطعام. تمام كده؟ الموسيقى، العلوم، الفلك، الطب، الهندسه، كل الحاجات دي حاجات معنويه ما نقدرش نمسكها بايدي. خلاص؟ يبقى جهود الانسان انقسمت الى حاجتين: ماديه ومعنويه. خلاص يا جماعه؟ طيب تعالوا نشوف بقى السؤال بيجي لي ازاي على النقطه اللي احنا قلناها دي. يعني الجزء اللي احنا شرحناه ده ازاي يسالني عليه. تمام كده؟ تعالوا نشوفه. بيقول لي تتمثل غايه الحضاره الانسانيه في. اولا عشان نجاوب على اي سؤال يا جماعه لازم الاول نكون فاهمين المنهج كويس قوي قوي. افهم المنهج. تمام كده؟ وبعدين اشوف مفتاح السؤال. هو بيقول لي غايه الحضاره الانسانيه، الغايه، بيسالني عن غايه الحضاره الانسانيه. تمام؟ تعالوا نشوف.
هل هي الحفاظ على الهوية الثقافية؟ وخلي بالكم اسمها الهوية، اسمها الهوية بضم الهاء، مش الهوية بفتحها، لا، الهوية. أنا بسمع الناس كتير بتقول الهوية، لا، غلط. الهوية الثقافية، كلمة الهوية يعني الخصوصية أو الذاتية، تمام، اللي بتميزني أنا عن غيري، اسمها الهوية بضم الهاء مش بفتحها، لأن الهوية دي إلى الهوى أو السقوط. خلاص كده؟ طيب، يبقى الحفاظ على الهوية الثقافية طبعا مش دي غاية وجود الإنسان على الأرض، مش دي. طيب، توفير احتياجات الإنسان طبعا لا، ربنا ما خلقناش عشان كده. طيب، استغلال الموارد المتاحة برضه لا. الإصلاح والاستمرار، الله، دي بس دي ما كانتش يعني كل ده مش موجود، ما قلناهوش في المنهج. طيب تعالوا بصوا كده، احنا قلنا الغاية ايه؟ تعمير الأرض هي إحدى غايات وجود الإنسان عليها. الله، امال ايه الإصلاح والاستمرار دي؟ او خلي بالكم نشوف، لو ما لقيتش المعنى بطريقه مباشره اشوف اقرب معنى له في الاختيارات. يعني تعمير الارض اقرب معنى ليها الاصلاح والاستمرار اهو. يبقى الاصلاح والاستمرار، ما هو الانسان هيعمر ويبني، يعني ده اصلاح واستمرار عشان يعيش، هيعمر الارض عشان يعيش عليها بقى الى ان يرث الله الارض من عليها، تمام. يبقى تعمير الارض هو الاصلاح والاستمرار، ودي الغايه من وجود الانسان. طيب السؤال الثاني، بدأت الحضارات مع معرفة الإنسان إيه؟ بناء المقابر والمعابد؟ طبعا لا. الكتابة والتدوين؟ لا، ده الكتابة دي مع اكتشاف الكتابة بدأ التاريخ مش الحضارة، تمام؟ بدأ الإنسان يسجل مع اكتشاف الكتابة واختراع الكتابة. أمال إيه؟ هل الزراعة والاستقرار؟ أيوه طبعا، مع وجود الزراعة، مع اكتشاف الزراعة بدأت الحضارة، تمام كده؟ يبقى هنا الإنسان بدأ يعمل نشاط حضاري لما اتعلم الزراعة، والزراعة علمته الاستقرار، ان هو يستنى بقى الشجرة لما تنبت وتطلع ثمرة، وبالتالي الحضارة بدأت مع الايه؟ مع الزراعة. طيب، الجزء الثاني عندي واحد اسمه ويل ديورانت. ويل ديورانت ده عالم امريكي، عالم امريكي، الف كتاب اسمه قصة الحضارة، الف كتاب اسمه قصة الحضارة. اتكلم عن الحضارة في الكتاب ده، قال ايه؟ قال الحضارة نظام اجتماعي. خلي بالك بقى، نظام اجتماعي يعني علاقات اجتماعية، يعني في تفاعل، يعني في اخذ وعطاء، في تبادل، تمام كده؟ يبقى الحضارة نظام اجتماعي قائم على العلاقات الاجتماعية، بيساعد الإنسان على زيادة إنتاجه الثقافي. نركز في الحاجتين دول، في النظام الاجتماعي وفي الإنتاج الثقافي، تمام؟ طيب، بيقول لي ويل ديورانت، بيقول لي الحضارة تبدأ مع انتهاء الاضطراب والقلق واستقرار الأمن. مهم جدا النقطتين دول، إن الحضارة الإنسان لما بيستقر، تمام كده، ويطمئن، يبدأ إيه هنا بقى؟ يبدع ويكتشف وينشئ. وهو بيقول لي لأنه عندما يطمئن الإنسان ويتخلص من الخوف تظهر لديه الرغبة في الإبداع والإنشاء. هل الإنسان الخايف يقدر يبدع، يقدر يفكر، يقدر يكتشف، يقدر يخترع؟ أبدا، مش ممكن. الإنسان الخايف اللي جواه خوف وقلقان ومضطرب مش ممكن أبدا يبقى إنسان مبدع ولا يفكر ولا يعمل أي حضارة. يبقى الحضارة تبدأ مع انتهاء الاضطراب والقلق، وتبدأ مع استقرار الأمن. تخيل كده وانت خايف وداخل الامتحان، هتبدأ تعرف تفكر؟ مش ممكن وانت مضطرب وقلقان تعرف تفكر. يبقى الإنسان لما يتخلص من حياة الاضطراب والقلق والخوف تبدأ بقى الإبداع والإنشاء. كلام جميل جدا. ومديني دليل بيقول لي إن معظم إبداعات الحضارة الفرعونية ظهرت في عصور بها أمن واستقرار، زي عصر الدولة القديمة. بناء الأهرامات في عصر الدولة القديمة، هل الأهرامات لما اتبنت كان في اضطرابات وقلق؟ لا طبعا، ما كانوش عرفوا يعملوا حاجة. يبقى عصر الدولة القديمة كان فيه استقرار وأمن، وتم بناء الأهرامات. بدليل إن بعد كده، بعد عصر الدولة القديمة جاء عصور اضمحلال وضعف، بنسميها عصور انتقالية. هل عملوا حاجة في العصور دي؟ طبعا لا، ما عملوش حاجة. يبقى ده دليل على إن لما الإنسان يستقر ويتخلص من الخوف والقلق والاضطراب يبدأ يبدع وينشئ، يظهر عنده رغبة في الإبداع والإنشاء. وكلمة الإبداع والإنشاء يعني الفن والعمارة. خلي بالكم، الإبداع اللي هو الفن، والإنشاء يعني البناء اللي هو العمارة.
تمام كده؟ خلاص يا ولاد، يبقى هنا الحضاره مرتبطه بالايه؟ مرتبطه بالامن، مرتبطه بالامن. ومين اللي هيحقق الامن؟ نلاحظ النقطه دي مهمه جدا. النظام السياسي، الحكومه هي اللي بتحقق الامن. خلاص يا جماعه، يبقى ده تعريف والديورانت للحضاره. هي نظام اجتماعي قائم على علاقات اجتماعيه، بيساعد الانسان على زياده انتاجه الثقافي. لما يستقر ويتخلص من الخوف بتاعه بينشأ عنده رغبه في الابداع والانشاء. خلاص كده يا ولاد؟ طيب تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده، او ازاي يسالني في الجزء ده. يقول لي ركز مفهوم والديورانت للحضاره على تفاعل الانسان مع البيئه، ولا استخدام الموارد الطبيعيه، ولا العلاقات الانسانيه، ولا دور الاختراعات المختلفه. طبعا احنا ما جبناش سيره تفاعل الانسان مع البيئه دي في عند ديورانت. احنا بنتكلم دلوقتي على مفهوم الحضاره عند ديورانت، والديورانت، ولا استخدام الموارد الطبيعيه. طيب لو بصينا هنا بيقول لي الحضاره نظام اجتماعي، وقلنا النظام الاجتماعي يعني علاقات ايه؟ علاقات انسانيه، تاثير وتاثر وتبادل. يبقى مفهوم الحضاره عند والديورانت قائم على ايه؟ قائم على العلاقات الانسانيه. طيب اهتم والديورانت في تناوله لمفهوم الحضاره بالجانب مباشره في السؤال اهي، في التعريف، تساعد الانسان على زياده انتاجه الثقافي. يبقى دي بطريقه مباشره. لو موجوده مباشره على طول نختارها، مش موجوده نشوف اقرب معنى ليها يا جماعه. ودي مهمه جدا جدا، تشوف يعني احنا ما نبصش في الاختيارات، انما نقرا السؤال ونفهمه ونشوف احنا درسنا الاجابه ولا لا. تمام كده؟ طيب الاختيارات لو هي مش موجوده بطريقه مباشره نشوف اقرب معنى ليها. تمام؟ يبقى ده الثقافه. طيب السؤال رقم 3، ركز والديورانت في مفهوم الحضارة على إيه؟ ركز على إيه؟ التقدم في الجوانب الاقتصادية؟ طبعا ما قاليش كده. الدين وتأثيره في حياة الشعوب؟ طبعا لا. التقدم في الجوانب المادية؟ طبعا لا. التقدم في العمران والفن؟ تعال ارجع بقى هنا. بيقول لي لما الإنسان يستقر ويأمن تظهر لديه الرغبة في الإيه؟ الإبداع والإنشاء، يعني الفن والعمارة، الفن والبناء. يبقى هنا الإجابة بطريقة غير مباشرة، وهي التقدم في إيه؟ العمران والفن. خلاص كده؟ يبقى أهو خلي بالي قوي وأنا بقرأ الاختيارات إن أنا أركز جدا جدا في الإيه؟ في المعاني. تمام؟ آخر جزء معانا في الدرس النهاردة الحضارات أو انتقال الحضارات. هو الإنسان لما بنى حضارة، الحضارة دي قعدت مكانها ولا بتمشي بتتنقل؟ بتتنقل. حد يقول لي هي الحضارة بتتنقل؟ ايوه طبعا الحضارة بتنتقل من مكان الى اخر بفعل الاحتكاك بين الشعوب. يبقى انتقلت الحضارة من مكان لاخر عبر الازمنة المختلفة كسلسلة سلسلة متصلة من الحلقات. يعني بدأت تنتقل من مكان لاخر. تعال بص كده، بدأ ظهور الحضارات الاولى في الشرق الاوسط. الشرق الاوسط لو رجعنا للخريطه دي كده اللي كانت معانا في الاول اهو، خريطه يا اولاد، منطقه الشرق الاوسط اهي، دي اسمها منطقه الشرق الاوسط. تمام؟ الحضارات كانت موجوده في المكان ده، في مصر والشام والعراق. تمام؟ وطبعا بلاد فارس اهي، بلاد فارس ماشي كده، اللي هي ايران، ايران حاليا. ماشي كده يا اولاد؟ يبقى ده الجزء اللي اسمه الشرق الاوسط، وده بدايه ظهور الحضارات. بدات بقى تنتقل بعد كده لاوروبا. تمام؟ واي مكان تاني في العالم. تعالوا نشوفه. يبقى الحضاره بدات فين؟ بدا ظهور الحضارات الاولى في الشرق الاوسط، في مصر والعراق. والعراق دي اسمها بلاد ما بين النهرين. انهي نهرين؟ اسمه نهرين ايه؟ دجله والفرات، نهر دجله والفرات. او ليها اسم كمان، بلاد ايه؟ الرافدين. الرافدين اللي هم دجله والفرات، دجله والفرات الرافدين. خلاص كده؟ طيب او بلاد فارس اللي هي ايران حاليا، وفينيقيا اللي هي سوريا ولبنان اللي هي الحضاره في الشام، الحضاره الفينيقيه. تمام كده؟ يبقى دي الحضارات، ده مهد الحضارات. يبقى الشرق الاوسط هو مهد الحضارات، بدايه ظهور الحضارات، تجمعات بقى في المايه زي ما احنا اتكلمنا في الاول. طيب قعدت بقى هنا؟ لا، بدات تنتقل مره اخرى. راحت فين؟ راحت الى بلاد اليونان، الاغريق، الحضاره الاغريقيه في الغرب، والرومان. تمام كده؟ خلي بالكم الرومان، عندي الامبراطوريه الرومانيه الغربيه اللي هي عاصمتها روما، دي موجوده في اوروبا، والامبراطوريه الرومانيه الشرقيه اللي هي البيزنطيه.
لان خلي بالكم في رومانيا الغربيه ورومانيا الشرقيه، عشان نركز بقى في النقطه دي. يبقى الحضاره انتقلت من الشرق الاوسط، راحت الى الغرب في بلاد اليونان، عند الاغريق، عند افلاطون وسقراط وارسطو، تمام كده، وراحت عند الرومان في اوروبا. يبقى انتقلت من الشرق الى الغرب. طيب بعد كده ايه اللي حصل؟ مشيت تاني من الغرب، راحت الشرق على يد الحضاره الاسلاميه. الفتوحات الاسلاميه بقى في العصر الوسيط لما ظهرت او انتشر الاسلام، والفتوحات الاسلاميه، تمام كده، وفتح الاندلس، الحضاره قعدت حوالي 1000 سنه في الشرق على يد الحضاره الاسلاميه. طيب بعد كده ايه اللي حصل؟ رجعت تاني مره اخرى الى اوروبا مره تانيه، ولسه قاعده لحد دلوقتي مش عايزه ترجع. تمام؟ يبقى اخيرا الحضاره انتقلت الى اوروبا مره اخرى، ممثله في الحضاره الغربيه الحديثه اللي هي موجوده حاليا، موجوده دلوقتي. ماشي كده؟ عفوا. طيب يبقى احنا نستنتج من هنا ان ربنا خلقنا شعوب وقبائل عشان نتعارف مع بعض وننقل لبعض ونستفيد من بعض وندي لبعض وناخد من بعض. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل ليه؟ لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يبقى ربنا خلقنا شعوب عشان نتعرف وننقل لبعض ونستفيد من بعض. يبقى انتقلت الحضارات بين الشعوب نتيجة التواصل الحضاري وتبادل الثقافات، يعني التأثير والتأثر بالأخذ والعطاء، ناخد وندي. بس في حاجة بقى، وانا بناخد وندي نخلي بالي من حاجتين مهمين جدا جدا، واللي بتميز كل حضاره عن التانيه. ايه هما الحاجتين دول؟ نحافظ على الهويه الثقافيه بتاعتي، الخصوصيه بتاعتي، اللغه، العادات والتقاليد، دي اسمها الهويه الثقافيه. وايه كمان؟ والدين، العقيده، الخصوصيه العقائديه بتاعتي، الدين بتاعي، الحلال والحرام، الشريعه بتاعتي، العقيده بتاعتي. خلاص كده؟ يبقى خلي بالي وانا بنقل حضاره او بستفيد او باخد ودي او يعني اتواصل حضاريا، ان انا احافظ على حاجتين: هويه ثقافيه وخصوصيه عقائديه، ودول اللي بيميزوا كل حضاره عن الاخرى. يعني انا دلوقتي لما بستفيد من الحضاره الاوروبيه والحضاره الغربيه، خلي بالي من الهويه الثقافيه بتاعتي، خلي بالي من العادات والتقاليد بتاعتي، خلي بالي من العقيده والدين بتاعي. تمام كده؟ حافظ عليهم يعني. تعالوا بصوا بقى للسؤال. بيقول لي الحضاره كالطائر الجوال. الجوال يعني اللي متنقل، اللي بيتحرك من ايه؟ من مكان لاخر. موطنه الاصلي فين؟ الطائر ده اللي هو الحضاره، يعني شبهها بالطائر. الموطن الاصلي بتاع الحضاره فين؟ هل في امريكا الشماليه؟ طبعا لا. هل في جنوب اسيا؟ طبعا لا. هل في جنوب اوروبا؟ طبعا لا. ولكن في بلاد الايه؟ الشرق القديم او الشرق الاوسط. تمام؟ طبعا في مصر والعراق والشام وبلاد فارس. سين 2. هجيب بقى السؤال بس بصيغه تانية. الحضاره كالطائر الجوال موطنه الاصلي في الولايات المتحده؟ طبعا لا. في فرنسا؟ طبعا لا. في بريطانيا؟ لا. في مصر؟ ما قاليش الشرق اهو، ما هو هي مصر هنا بتمثل الشرق، يبقى في مصر علشان مصر دي حضاره شرقيه. خلاص كده؟ طيب عند حدوث التواصل بين الامم والحضارات يجب الحفاظ على ايه؟ قلنا لازم نحافظ على حاجتين: على الهويه الثقافيه بتاعتي وعلى الدين بتاعي. يبقى الشخصيه الثقافيه والعقيده، يعني الهويه الثقافيه والدين، العقيده بتاعتي، لازم احافظ عليهم وانا ايه؟ وانا بتواصل ايه؟ حضاريا. وبكده نكون وصلنا نهايه اول درس في المنهج بتاعنا. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.